السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعيني الغاليين، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. سفرة رمضان دايما بتجمعنا على أحلى أكل وأحلى لمة للعيلة، بتكون وقت الفطار ووقت السحور. كل سنة وانتم طيبين وبعود الأيام على الأمة الإسلامية جميعا. عملنا طبعا احلى فطار صواني، وعملنا حلويات والخشاف اهو. نبدأ نسمي كده ونصلي على سيدنا محمد ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طيب احنا كده عملنا البلح، فصصناه كده جهزناه، وطبعا الفواكه المجففة التين والقراصية والمشمش اهو. غسلنا الحاجات كلها، والمكسرات طبعا عين جمل وبندق ولوز واي مكسرات متوفرة عندك اعمليها. هنحط بقى كده في شفشق كده وننزل البلح بعد ما غسلناه على الفواكه اللي احنا قطعناها المجففة دي والمكسرات كمان، ونكون بقى مجهزين اللبن وننزل عليه كده باللبن ونركنه لحد وقت الفطار. بنجهز طبعا الكلام ده من الظهر كده علشان يلحق يتنقع. هنعمل بقى، هنجهز المشمشية كده نص كده، نص قرص من بتاع القمر الدين، ونحطه في ميه ونسيبه يتنقع. وعملنا العصاج وطبعا والبشاميل علشان نجهز صينيه المكرونه. العصاج طبعا انا ما جبتهوش لاني انا عملته معاكم قبل كده كتير. بننزل بالبصله على وبعد كده ندبلها، وبعدين ننزل باللحمه المفرومه، وبعد كده ننزل بالفلفل الالوان والجزر، وبعدين التوابل لحد ما ينشف ما يكونش فيه اي نقطه ميه. والبشاميل طبعا معلقتين زبده على معلقتين دقيق على حسب الكميه بقى. هتحطي 4 يبقى 4 زبده، 4 دقيق 4 زبده، ولحد ما تشمي ريحه السمنه كده والدقيق تبدأي تنزلي باللبن والشوربة كمان لو عايزة تضيفي، ومكعب مرق والتوابل ملح وفلفل بهارات لحمة. بعد كده بقى بنحط بشاميل في الصينية زي ما شفنا، وطبقة المكرونة اللي احنا حاطين عليها برضو بشاميل عشان تبقى متماسكة. وبعد ما بنسلقها كمان عايزه افكركم ان احنا ما بنغسلهاش عشان تفضل متماسكه، وبنحط عليها بشاميل، وبنحط بقى في الصينيه في الارضيه بتاعتها كده بشاميل، وننزل بطبقه المكرونه اللي عليها بشاميل، واللحمه كده نتوصى بيها ونحطها في النص، ونرجع نحط عليها كمان بشاميل عشان تبقى متماسكه اكتر وما تفرفتش في قلب الصينيه. وانا بقطعها لكم في اخر الفيديو هوريكم انها ازاي بتكون متماسكه جدا بالطريقه اللي انا بعملها دي. انا بحب قوي قطعه المكرونه تبقى متماسكه وما تبقاش مفرفته في الطبق. بعد كده بقى بنحط تاني الطبقة التانية من المكرونة ونفردها كويس كده في الصينية، وننزل بقى بباقي البشاميل على الوش بتاع الصينية. نوزعه بقى كويس كده، ما نسيبش اي فراغات ولا اي مكرونة باينة علشان ما ينشفش مننا. وبعد كده بنسويه بقى بالمعلقة كده، يعني بعد ما بنضيفه ونوزعه نسويه كويس بالمعلقة. وبعد كده بقى انت ليكي حرية الاختيار. احنا عملناه قبل كده، عملنا الوش بكذا طريقة. هنعمله بالمرة دي بالجبنة الموتزاريلا، قبل كده عملته بالصلصة والقشطة، وممكن نعمله بالبيض، يعني ليكي حرية الاختيار. هندخلها الفرن بقى ونبدأ نجهز الصينية التانية اللي هي الرقاق. هنبدأ بقى كده ندهنها برضو بالسمنة كده، قطعة زبدة حلوة كده يا جماعة. الحاجات دي عايزة سمنة بلدي حلوة كده. طبعا عندنا كوباية من الشوربة مغلية وكوباية من اللبن مغليين على بعض كده، ونحط عليهم معلقة من البيكنج باودر، معلقة صغيرة، ونقلبها عشان تخلي الرقاق كده مورق. الرقاق بتاعي هيكون طري، معايا نص كيلو رقاق طري. تمام. هقلب بقى البيكنج باودر كده مع الشوربة واللبن. وبعد كده أبدأ بقى أسقي الرقاق بتاعي. لو معايا لحد هنا ما تنسونيش بقى يا جماعة في اللايك والشير، وكل سنة وانتم طيبين. اللايك والشير بيرفع الفيديو وبيخليه يتشاف. هنبدأ بقى نحطه كده الرقاق في الشوربة،
في الشوربة واللبن. وطبعا لبن على الشوربة علشان بيدي طعم وبيدي طراوة خليها طرية، خلي الصينية الرقاق طرية وحلوة كده. وفي نفس الوقت بيخليهاش معجنة. نحطها بقى كده زي ما احنا متعودين. زي ما بعمل الجلاش بعمل الرقاق الطري. بحط كده على الاربع جناب كده نص الرقاقة في الصينية ونصها بره. وببدأ كده احط ما بين الطبقات كده السمنة اللي انا مسيحاها او الزبدة اللي انا مسيحاها، وما بين الطبقات علشان تبقى مورقة وحلوة كده اهوت زي ما انتوا شايفين. احط كمان الناحية الرابعة دي، الجنب الرابع ده كمان هبلله برضو رقاقة، و احطها كده. انزل بقى هبدأ احط بقى اللحمة، لكن بس هعمل لها غطا كده الاول. يبقى هوريكم دلوقتي. زي ما انتوا شايفين كده اهو. ابدا احطها في النص كده، احط الجزء الاكبر من الرقاقه في الصينيه المره دي علشان اعملها زي غطا للحمه كده. بعد كده بقى بنزل باللحمه، احط كميه حلوه كده علشان الصواني بتحب لحمه كتير كده في قلبها. حطي خضار كتير على اللحمة عشان تكتري كمية اللحمة بتاعتك. وتقدري تستخدميها في حاجات كتير اهو. بتديها طعم طبعا وعناصر غذائية حلوة. حاطين بصل وفلفل الوان، وحاطين بصل وفلفل الوان، وحاطين كمان جزر والتوابل. هنبدأ بقى ندهن كده كده، غطينا على اللحمة. نبدأ بقى ايه، نطبق بقى الجهات بتاعة الرقاق كلها، الطبقات كده على بعضها. كل طبقة بتلاقي التانية كده على بعض على التانية كده. بعد كده بقى بنبدأ نحط بقى، بنكون حايشين رقاقتين علشان الوش. الرقاقة دي مش هنحطها في الشوربة يا جماعة، علشان انا عايزاها متماسكة اكتر عشان تلملي صينية الرقاقة، لكن هسقسقها برضو وهي محطوطة. يعني انا هحاول ان انا اسقيها نفس الشوربة واللبن برضو، بس انا مش هغطسها فيهم يعني. حطيتهم كده، فطبعا هحط واحدة كمان عشان ألم بيها أكتر، اللي هي الأكبر بقى الرقاقة الكبيرة سبتها للآخر عشان ألم بيها الصينية بتاعتي كلها. زي ما انتوا شايفين كده برضو اهو. كده لميت الصينية زي ما انتوا شايفين. انا بحب الطريقة دي في عمايل الرقاق الطري بالذات، زي الجلاش بالظبط. ابدأ بقى اسقسق كده بالشوربة واللبن. وكمان هبدأ اضيف القشطة على الوش كده علشان يدي لون جميل، وهيديها طراوة كده، يخليها طرية ولونها حلو قوي. وكمان عايزين تحطوا بقى دي اضافة زيادة، رشة موتزاريلا كده براحتكم. بعد كده بقى ندخلها الفرن ونشوف هتبقى ازاي. طبعا بقى على ما خلصنا الرقاق كانت المكرونة طلعت من الفرن باللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده ما شاء الله. وكمان دخلنا الرقاق وطلع جميل خالص اهوت وطري جدا ما شاء الله. نبدأ بقى كده خلصنا الصينيتين، نبدأ نعمل حاجة كمان. هنجهز بقى السمبوسة بالحشوة اللي متوفرة معايا. اللحمة طبعا انا كنت عملت طاجن كده، كنت عاملة حساب السمبوسة، بس بصراحة عملت طاجن صغنن كده من الخضار وحطيت فيه بقية اللحمة. فهعمل بقى السمبوسة بالجبنة الموزاريلا والزيتون. عايزين تحطوا جبنة فيتا، جبنة اي جبنة بتبقى جميلة جدا. وهنبدأ نلفها بالطريقة دي على نحطها على الرخامة كده ونلفها، او نعملها على ايدينا. هعمل لكم الطريقتين كده، دي طريقة، او على ايديا كده اهوت شايفين. اعملها كده واعبيها بقى بالحشوة اللي انا هعملها.
وكده خلص الموضوع. وابدا بقى هحطها في الفرن، هسويها في الفرن المره دي، مش هقليها زي المره اللي فاتت. جبت بقى المشمشيه بتاعتي قمر الدين، وهبدا احطه على النار يفك، لانه ما كانش ساح. فهبدا اسيحه على النار كده، واضيف له السكر، لكل كوبايه معلقه سكر. وهنبدا بقى، طب انا ما ضفتش النشا على البارد لان هي كانت محتاجه تفك الاول، فحطيتها على النار. النشا بقى مش هينفع احطه كده على الخليط وهو سخن، فهدوبه في كوبايه من الميه، وبرده لكل كوبايه معلقه من النشا، واعمل حساب الكوبايه الميه اللي انا حطيتها زياده. واقلبه كده علشان ما ينفعش احطه عليه وهو سخن ويكلكع. خلص كده، خلصت المشمشيه لحد ما خدت قوام. طبعا حطيت فانيليا يا جماعه. اول ما تاخد قوام ابدا بقى اصبها كده في الاطباق، اغرفها في الاطباق كده، وازينها بقى وانسيبها تبرد. تمام كده. كده بقى انا خلصت الفطار بتاعي، خلصت المشمشيه، حطيت عليها المكسرات، جوز هند والزبيب، وعملت الصينيه المكرونه وصينيه الرقاق، والسمبوسه اللي دخلتها الفرن زي ما قلت لكم، ما قليتهاش المره دي، والسلطه الخضراء والخشاف. وبكده خلص الفطار بتاعي. يا رب يكون الفطار نال اعجابكم. بصوا كمان بوريكم قطعت الرقاق والمكرونه، المكرونه متماسكه جدا، والرقاق مورق وحلو خالص ما شاء الله، ومليان حشوة وحلو جدا. وكده خلص الفيديو. استودعكم الله، كل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله.